لكم على واقع حصلت في الدوري العقيم بتاعنا، أحسن دوري في العالم في النوم والكسل. أقول لكم على الواقع، تخيلوا في ماتش من الماتشات الطقم الحلل طقم الفار مطرح ما يشوف الفار عمل ايه؟ شال فيشة الفار، حط الفيشة بتاعت الكاكل بتاعت الشاي. والمباراة شغالة، يعني هما جايبين الفار بملايين الفلوس علشان الفيشة بتاعته تتشال أو يقطعوا الكهرباء عشان يشغلوا الكاتل ويعملوا عليه شاي، ويعملوا عليه ليسون بالنعناع، ويعملوا عليه كاتشب كابتشينو، ويعملوا عليه سحلب بالجوز الهند بالفراولة. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم بجد. الواحد فعلا هو ليه فعلا الدوري ما يتلغيش من الهم والحزن اللي احنا بنشوفه ده يا ناس. من كرم ربنا، من كرم ربنا الدوري اتلغى والقلق عليهم انا مش عايز احكي الدوري خلاص عشان هيضايقنا. ويطلع مين يقول لك ده انا هلاعب الزمالك دول عرض في الدوري الاسباني. هل بقى في القسم الثاني ولا الثالث ولا الرابع فين، في مدريد ولا فين؟ احنا مش عارفين. اي هري في اي هري، اي فتي في اي فتي الواحد يا جدعان فعلا نفسنا تسدد. من قيمة يومين اتفرجنا على ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد، مذبحة، معركة يعني. سيموني ده بتاع ده قفل الملعب قفلة السنين، بس حظهم وحش. احنا عندنا مين بقى؟ الاهلي بينافس مين؟ مفيش غير الداخلية، فاركو، حتى فرقة بيراميدز اللي عملوا لها فريق وهم على مفيش بينافس الدوري السنة دي مع الأهلي. مش عارفين ازاي. لا ساب الدنيا، ساب الجمل بلا حمل، قالوا العبوا انتوا، انا هسحب من الدوري اساسا وهيكتفي بافريقيا وبكاس العالم للانديه. ما عندهم حق بجد. قمه يعني. حتى كمان انا اول ما جه رئيس اتحاد الكره الجديد ده الدنيا خربت في مصر اساسا. الدنيا خربت في اتحاد الكوره، في الكوره، في كره القدم، في الكوره، في اي كوره في الدنيا، في اي حاجه خالص. وكم يوم حصل حادثه، السور بتاع الملعب وقع، يقول لك اصل كان عليه حمل كتير. ملعب كرة يد قدام العالم كله في بطولة، يعني احنا مش قادرين نفهم ايه اللي بيحصل في البلد بالظبط. كرهنا الكورة، مش عارفين نتفرج على كورة، كتر السفافير، الفيشة بتاعت الفار تتشال في ماتش مهم، بتلاقي ويحط لك فيشة الكاتل عشان يقول لك انا هشرب كوباية شاي ولا اشرب كوباية قهوة. ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ وصلنا لهذا الحد من الغباء. يعني احنا جايبين تلفزيونات ومكلفين الدولة شاشات وتلفزيونات عشان في الآخر نحط فيشة الكتل.